زي ما قلت لكم يا جماعه ان الفرق الكبيره بتعرف تلم ورقها وتجمع نفسها من جديد. ريال مدريد وليفربول. ريال مدريد النهارده كسب 2-1 سيلتا فيجو، وكان في شهر 12 المباراه اللي اصيب فيها كيليان امبابي. لعب ماتش كبير بس مع الاسف اصيب النجم الكبير كيليان امبابي في المباراه ديت. النهارده سيلتا فيجو بيتغلب 2-1 في مباراه مميزه لريال مدريد. ريال مدريد لعب وعمل كل حاجه في الكوره النهارده حلوه، جاب اجوان وجاب اختراقات وجاب فرص ضايعه بالجمله. النهارده ريال مدريد اعلن عن نفسه. زي ما قلت لكم ارجع فلاش باك للموضوع الاساسي، ان ريال مدريد والفرق الكبيره تعرف تلم نفسها من جديد وتجمع نفسها تاني، ما بتسيبش نفسها تقع. دي من مميزات الفرق الكبيره، غير اي فريق تاني. اي فريق تاني ما بيكونش ليه شعبيه، بيقع على طول وبينهار، لكن الفرق الكبيره بتعرف تجمع نفسها من جديد. عشان كده ريال مدريد زي ما احنا شفنا النهارده كان بيلعب سانتا فيجو ومسيطر على خط الوسط قوي قوي قوي. في لعب على الاجنحه يمين وشمال، اللعب كان جميل جدا، وفي اختراقات من عمق الملعب. في فرص ضايعه، وكور ملهاش حل، زي ما شفنا الكره البلياردو اللي اتلعبت وجت في العارضه وطلعت كره غريبه قوي، مكانها كانت تخش جول. عشان كده بنقول ان ريال مدريد فريق مميز. نتمنى ان الفتره اللي جايه يعلن عن نفسه اكتر من كده، مع وجود طبعا النجم الكبير ان شاء الله امبابي، لان ريال مدريد زي ما احنا كلنا عارفين نادي ليه شعبيه كبيره وكلنا بنحب ريال مدريد. فنتمنى ان هو ما يقعش، لانه عنده بطوله اوروبا وعنده كمان الدوري الاسباني، وفي صراع قوي جدا مع برشلونه، لان برشلونه ظبط نفسه تماما. برشلونه بيعلى، الكيرف بتاعه طالع للسماء، مستواه عالي قوي قوي قوي. كمان مش موضوع لامين يامال بس، لا ده عندهم ليفاندوسكي متألق كمان الفترة دي. فريال مدريد لازم لو ما ثبتش نفسه زي ما قلنا هتتشاط. عشان كده هو جمع نفسه من جديد وبقى مميز جدا. مبروك لريال مدريد. ونسيب ريال مدريد ونروح لليفربول، النادي اللي كلنا بنحبه عشان خاطر النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح جاب النهارده الجون الثاني، وليفربول كسب 3-1 في مباراة مميزة قوي قوي قوي. الجوان كلها جميلة. شفنا الجون الأولاني شوطة حلوة قوي قوي قوي، اتلعبت قدام ال 18 وده يديها لده، وباصة حلوة، والتاني شاطها على الجون على طول. بحب أنا الناس اللي بتشوط بره ال 18 وبيظبط رجليه على الجون، مش الكرة تجيله قدام ال 18 ويشوطها في الشارع. مش هنقول أسامي، بس أنا بشوف لعيبة عشان محدش يزعل. بنشوف لعيبه يا جماعه الكوره تجيله قدام الجون ويشوطها في الشارع. يا عم اظبط رجلك يا عم. وكمان اللي يضايقك اكتر اللي ما يكونش حد داخل معاه بيضايقه. اظبط رجلك، هتشوطها ببطن رجلك، هتشوطها بالياردو اكنك بتركن ضربه جزاء، يا اما بوش رجلك وتضم جسمك لقدام شويه، مش مرجع جسمك لورا، هتلاقيها طالعه في الشارع اصلا. النقطة التانية الجون بتاع صلاح. اما نبص على الجون بتاع صلاح نلاقي المتابعة، عامل الفولو كويس قوي. صلاح استنى الكرة تجيله بالجناح الايسر واستناها في الميعاد والزمان. اي نعم كان في شك ان هي تبقى اوفسايد، بس خلاص هم رجعوا للفار وهو ثبت حقية الجون. والجون كان جميل لصلاح بخبرة السنين. صلاح دلوقتي بقى بيلعب بحتة خبرة السنين، اللي انا اتمركز صح، اركن الكرة صح، حاجة كده زي ما بنقول ايه، بأقل مجهود بعرف اجيب جون واستثمر وقتي. وهو ده النضوج الكروي، زي ما بنقول النضوج بتاع اللعيبة. الجون التالت كان جميل قوي ليفربول، لعب مباراة حلوة قوي قوي قوي. الجون التالت كان جميل وشوطة حلوة ورايحة في الجون زي ما يكون منشلها. ليفربول كان متألق النهاردة، وبصراحة هو الأيام ديت بتاعته. ليفربول حلو قوي قوي الفترة ديت ومتألق. عشان كده بنقول يا جماعة يا جماعة الفرق الكبيرة بتظبط ورقها بدري. يمكن احنا عندنا هنا في الدوري المصري في فرق مع الأسف مش قادرة ترجع للي هي عايزاه تاني، في لخبطة، في دربكة. كلنا شفنا ريال مدريد لما غير كارلو انشيلوتي جاب تشابي، وتشابي ما كانش قد كده. اي نعم في بدايته كان كويسه، بس ما عرفش برضه يلم ورقه مع ريال مدريد، وبعد كده بدأ يحصل انهيار. فبيبقى في مشكله شويه بين، انت مش قادر تحصر المشكله، هل مشكله مدربين ولا لعيبه؟ كلنا شفنا على سبيل المثال مثلا الزمالك كان بيمر بازمات كتيره قوي 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 ودروبات كتيره، وجابوا كذا مدرب وبرضه كان في اخفاقات لحد ما جابوا مدرب مصري معتمد جمال، وبدأ الراجل يلعب على العامل النفسي للعيبة، وبدأوا الناس تنسى وتفضي دماغها للكورة وبس. عشان كده الزمالك كسب 8 مطوشة ورا بعض في الدوري، وهو الفريق الوحيد اللي عمل كده. ليه؟
وبأقل مجهود عشان الدربكة اللي عنده والمشاكل اللي عنده المادية وكل الحاجات اللي بتحصله، عشان هم فضوا دماغهم للكورة. لما هتفضي دماغك للملعب بس هتعرف تبدع. في لعيبة كده، في لعيبة اما كمان تفضي دماغها للملعب زي مثلا أحمد فتوح هتلاقيه يكسر الدنيا، زي إمام عاشور مش هتلاقي زيه. في لعيبة تركز في الملعب تاخد منها أحلى إنتاج، لكن هتسيب نفسها للمشاكل الخارجية يبقى انسى انسى يا عمرو. ألف مبروك لريال مدريد، ونتمنى إن هو يفضل كده ثابت على مستواه ويعلى ويعلى ويعلى. عايزين نشوفه مع برشلونة الكلاسيكو الأساسي بتاعهم، عايزين يردوا اعتباره لأن الماتش اللي فات زعلني قوي من برشلونة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله ريال مدريد يرجع أحسن من الأول. وألف مبروك لنادي ليفربول عشان نجمنا المصري محمد صلاح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.